خليني أسألك سؤال مهم. لو التحليل الفني هو السر الحقيقي للنجاح في التداول، ليه الناس اللي بتستخدمه برضه بتخسر؟ يعني ملايين المتداولين حول العالم بيستخدموا خطوط الدعم والمقاومة، بيستخدموا المؤشرات، بيحللوا الشارت وبيتعلموا النماذج السعرية، لكن في النهاية قليل جدا اللي بيحقق أرباح بشكل مستمر. يبقى السؤال اللي محتاج تسأله لنفسك دلوقتي، هل المشكلة في التحليل الفني نفسه ولا في طريقة استخدامه؟ النهاردة هنتكلم عن حقيقة قليلين جدا من الناس اللي بيفهموها عن التحليل الفني، وازاي قدر يغير نظرة المتداولين للسوق بالكامل. زمان وقبل ما التحليل الفني ينتشر بالطريقة اللي احنا شايفينها دلوقتي، كان معظم المتداولين مقتنعين ان الطريقة الوحيدة لفهم السوق هي التحليل الأساسي، يعني متابعة الأخبار العالمية، أسعار الفايدة، وكل العوامل اللي ممكن تأثر على السعر. كان أي حد يتكلم عن الرسوم البيانية أو الشارت يبصله على إنه شخص غريب أو شخص مش فاهم السوق بشكل حقيقي. لكن مع مرور الوقت حاجة غريبة بدأت تحصل. ناس كتير كانت تعرف الأخبار وناس كتير كانت بتفهم في الاقتصاد، ومع ذلك كانت بتخسر. ومع الوقت بدأ يظهر مجموعة من المتداولين كل تركيزها كان على الشارت فقط، واللي كان غريب وقتها إن نتائجهم بدأت تتحسن. ودي الفكرة اللي غيرت مسار المتداولين من التحليل الأساسي للتحليل الفني. التحليل الفني مبني على فكرة بسيطة جدا، وهي إن السوق في النهاية عبارة عن بشر، وكل حركة بتحصل في السعر وراها قرار بشري. بمعنى إن حد اشترى، حد باع، واحد خاف، واحد تاني طمع، واحد قرر يدخل، واحد تاني قرر يخرج. ومع تكرار نفس المشاعر ونفس ردود الأفعال بدأت تظهر أنماط متكررة على الشارت. يعني لما الناس بتخاف بطريقة معينة السوق كمان بيتحرك بشكل معين، ولما الناس تطمع بطريقة معينة السوق كمان بيتحرك بشكل معين. من هنا تحديدا بدأ التحليل الفني. طيب ليه الأنماط بتتكرر أصلا؟ خليني أشرح لك الموضوع بشكل بسيط. أنت لو فتحت دلوقتي أي أصل مالي هتلاحظ إن في مناطق السعر بيقف عندها أكتر من مرة، ودي تحديدا اللي بنسميها دعم ومقاومة. لأن الناس بتفكر إن المتداول أو المؤسسة اللي اشترت من أسعار معينة وكسبت، غالبا لما السعر يرجع لنفس الأسعار دي هتشتري تاني. والمتداول اللي خسر من منطقة معينة غالبا هيتصرف بنفس الطريقة لما السعر يرجع لها تاني. وبما إن السلوك البشري بيتكرر، كمان السعر بيعكس التكرار ده بس على الشارت. طيب تعالى نعرف مع بعض إيه الفرق بين التحليل الأساسي والتحليل الفني. التحليل الفني بيجاوب على سؤال واحد بس، هو ليه السعر بيتحرك. أما التحليل الفني بيجاوب على سؤال مختلف تماما، وهو ايه اللي بيعمله السوق دلوقتي. وده فرق ضخم ما بين السؤالين، لان السوق احيانا بيتحرك عكس المنطق. يعني اوقات الاخبار بتبقى ممتازه جدا ومع ذلك السعر بينزل، او الاخبار تكون سيئه او سلبيه ومع ذلك الذوق او السعر بيطلع. لكن الشرط بيعرض عليك الحقيقه الحاليه مباشره، بيعرض عليك النتيجة النهائية لكل القرارات اللي بياخدوها المشتركين في السوق، من متداولين صغار أو كبار، مؤسسات، صناديق تحوط أو غيره. طيب تعالى نفهم مع بعض ليه التحليل الفني منتشر أكتر. وده عشان إنه ممكن نشتغل على أي سوق وعلى أي تايم فريم، بيساعد على تحليل نقاط الدخول والخروج، كمان بيعتمد على حركة السعر الفعلية. سواء كنت بتتداول فوركس، سلع أو أسهم أو حتى كريبتو، هتلاقي نفس المبدأ بيتكرر. وده اللي خلى التحليل الفني يكسب شعبية ضخمة ما بين المتداولين. لكن هنا بدأت تظهر مشكلة كبيرة، ومهم جدا تركز معايا في النقطة دي. التحليل الفني فعلا نجح في مساعدة الناس إنها تقرأ حركة السعر، لكن ما قدرش ينجح في تحويل كل الناس لمتداولين ناجحين. بمعنى تاني، ناس كتير جدا بقت بتعرف تحلل السوق صح، لكن عدد قليل جدا اللي قدر يحقق أرباح بشكل مستمر. وهنا السؤال الحقيقي بدأ يظهر. عايزك تفكر معايا بهدوء وتجيب ورقة وقلم وتسجل السؤال ده. كم مرة حللت السوق بشكل صحيح وقلت خلاص إن السوق هيطلع من المنطقة دي تحديدا، وبالفعل السوق بيطلع، لكن أنت ما دخلت، أو دخلت متأخر، أو دخلت بدري، أو خفت نكمل فيها أصلا. في الآخر تكتشف إن تحليلك كان صح، لكن حسابك ما استفادش بالتحليل ده. وده معناه إن المشكلة مش في فهم السوق، المشكلة في التنفيذ اللي أنت فهمته. عايزك تتخيل معايا ان انت عندك استراتيجية نسبة نجاحها 60%. احصائيا دي استراتيجية ممتازة، لكن دلوقتي هنفترض ان اول 3 صفقات دخلتهم كانوا صفقات خسارة. في النقطة دي تحديدا عقلك بيبدأ يشتغل. يمكن الاستراتيجية ما بقتش تشتغل، يمكن السوق فيه حاجة اتغيرت، او يمكن المرة دي تكون مختلفة. فبتبدأ تتردد، وبعد ال3 خسائر المتتالية تيجي الصفقة الرابعة، وهي دي الصفقة اللي ممكن تعوض لك الخسائر المتتالية اللي عدت. لكن انت هنا ما بتدخلهاش بسبب خوفك وقلقك،
لكن رغم ان الاستراتيجية شغالة بشكل طبيعي، انت طلعت من السوق بخسارة. انا دلوقتي عايزك تفهم معايا ان التحليل الفني لوحده مش كفاية، لان السوق مش مجرد خطوط ومؤشرات. السوق عبارة عن اختبار نفسي مستمر، بيختبر خوفك، طمعك، صبرك، وحتى ثقتك بنفسك. عشان كده ناس كتير بتوصل لمرحلة غريبة، بتبقى عارفة المفروض تعمل ايه، لكن وقت التنفيذ بتعمل العكس تماما. طيب دلوقتي، هل التحليل الفني مهم؟ أكيد. طيب هل التحليل الفني قوي؟ بالتأكيد طبعا. طيب هل ممكن تحقق أرباح بدونه؟ صعب جدا. لكن السؤال الأهم دلوقتي، هل التحليل الفني فعلا سر النجاح؟ قولا واحدا لا، لأن معرفة الطريق شيء وإنك تمشي فيه شيء تاني خالص. قبل ما ننهي الفيديو، عايزك تسأل نفسك سؤال مهم جدا: لو التحليل الفني فعلا قوي بالشكل ده، ولو فعلا بيساعدك تقرأ سلوك السعر وتحدد الفرص، يبقى ليه متداولين جدا عندهم نفس الشرط ونفس الاستراتيجية ونفس نقطة الدخول، ومع ذلك واحد منهم بيكسب بشكل مستمر والتاني بيخسر؟ ليه متداول ممكن يشوف فرصة مثالية ويخاف يدخل؟ وليه ممكن يدخل فرصة ممتازة جدا وبعدين يخرج منها بدري؟ وليه أحيانا بيبقى من المفترض إحنا عارفين هنعمل إيه، ووقت التنفيذ نعمل شيء تاني خالص؟ الحقيقة هنا إن المشكلة مش في التحليل، مش في الاستراتيجية، مش في السوق. المشكلة في الشخص اللي بيضغط زر الشراء والبيع. وده السبب اللي خلى كتير من المتداولين المحترفين يوصلوا لقناعة مهمة جدا: إن النجاح الحقيقي في التداول مش بيبدأ من الشرط، بيبدأ من العقل. عقلية المتداول والطريقة اللي بيفكر بيها، الطريقة اللي بيفكر بيها مع الخوف والطمع وعدم اليقين، ده بالظبط اللي هنتكلم عنه في الفيديو الجاي. الفيديو اللي من وجهة نظري بيعتبر الأهم في السلسلة كلها، لأنك ممكن تكتشف وقتها إن أكبر عدو لحسابك مش السوق ولا الأخبار ولا حتى صناع السوق، لكن ممكن يكون الشخص اللي انت بتشوفه كل يوم في المراية. واشوفك في الفيديو الجاي.